وفي لحظة كده لقيت خالتي قالت لي فوق فوق يا واد يا واد، فوق من اللي انت بتعمله ده. ما هو مش معنى ان انا جيت نمت جنبك هنا وفي ريحك جوارك يبقى في حاجة، ولا انا يعني هسكت على اللي انت بتعمله؟ قلت لها الله، جرى ايه يا خالتي، هي جيت عليا انا يعني؟ قالت لي ايه يا واد اللي انت بتقوله ده، انا خالتك يا واد. قلت لها انتي خالتي قوي على عيني وعلى راسي، لكن انا على فكرة سمعت كل حاجة، سمعت المكالمة اللي بينك وبين الراجل اللي بيجيلك هنا وقلتي له اوعى اوعى تيجي، انا ابن اختي هنا قاعد معايا وهيقعد 2-3 وانا معرفش هيمشي امتى، وانت بقى لو جيت سرنا كله هيتكشف. وسمعتك وانتي بتقولي له على اخر مرة وايه الحاجات اللي عملها وهو هنا، وانا يا خالتي بقى هبقى اولى منه، بصراحة انا اللي من حقي اعمل كده. قالت لي جرى ايه يا واد، جرى ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، وبعدين ده بيجي الراجل ده يديني حاجات وطلبات بطلبها منه. قلت لها ما انا عارف الطلبات اللي بتطلبيها منه، عارفها وحافظها صم، وبصراحة يا خالتي انا ما عنديش مشكلة ان انت تطلبي مني نفس الطلبات، ده انا عليا ليكي يا خالتي، ده انا اجيب لبن العصفور لو انت عايزة، بس انت اطلبي يا خالتي يا حبيبتي. وبصراحة خالتي دي أولاد كانت زي القمر، ست كده ولا كل الستات، حاجة كده ايه، جمال وبياض وحلاوة وحمر وحاجات ايه بقى ما اقولكوش. وبصراحة كده هي من حقها تعمل كده وأكتر كمان. أيوة، ما هو جوزها المغفل ده سايبها بقاله 4 سنين ومسافر، حد برضو يعمل كده؟ حد يسيب الست القمر العسل دي ويبعد عنها 4 سنين؟ ده أنا لو جوزها ما أقدرش أبعد عنها 4 ساعات مش 4 سنين. المهم كل حاجة كانت ماشية تمام التمام، وأنا كنت مبسوط قوي قوي باللي بيحصل. كنت بقول يعني لو هي يعني فضلت على الحال دوت، أنا بصراحة كده مش عارف هعمل إيه فيها أكتر من كده. وهي اليوم ده اللي جابها جنبي. أنا بقى هقول لكم إيه اللي جابها جنبي، وإيه اللي خلاها تفكر كده، وإيه اللي خلاها كمان تسيبني كده أعمل اللي أنا عايزه. وسيبكم من الشويتين اللي هي عملتهم دول. خالتي كانت عارفة إيدي رايحة فين وهتدخل فين وهتلعب في إيه، وهي كانت عارفة كل حاجة، بدليل إنها كانت عاملة الحلاوة ومظبطة الدنيا. وأنا جيت بقى عملت اللي أنا عايزه، وأنا هحكي لكم دلوقتي كل الموضوع. لكن في الأول عايزكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكوا تنبيه وإشعار بكل الحاجات الجديدة. ودلوقتي بقى يلا بينا يا حلوين نبتدي القصة من الأول خالص. أيوة، نبتدي القصة من أولها. أنا اسمي جابر، شاب عمري 26 سنة، عايش مع أمي ومع أبويا. عندي إخوات، لكن بصراحة كل ما كنت ألاقي نفسي مخنوق ومتضايق أروح لخالتي. أصل خالتي قريبة مني في السن، أكمنها آخر العنقود في إخواتها زي تمام، علشان كده هي قريبة مني في السن. وخالتي دي يا جماعة بصراحة حلوة قوي قوي قوي. عمري في حياتي ما شفت واحدة في حلاوتها ولا في رقتها ولا في جمالها. ست كده تشوفوها تحلفوا بجمالها وما تصدقوش أبدا أبدا إن دي جوزها يسيبها ويهجرها كده بالسنين. جوزها كان معيشته يعني على قدها، وبصراحة هو كان بيحبها قوي، علشان كده تلاقوني مستغرب هو إزاي عرف يسيبها ويمشي. المهم إن هو جه بعد فترة من جوازهم وقال إن هو هيسافر، علشان يعني هناك هيلاقي قرشين زيادة في أكل عيش وكده، وده طبعا هيفيده وهينفعه. وقعد يقنع في خالتي ويقول لها علشان نجيب لنا حتة أرض وبيت ملك بدل البيت اللي احنا قاعدين فيه دوت، وهخليكي تلبسي دهب وتبقي على وش الدنيا. خالتي ما كانش فارق معاها، لكن بصراحة سمعت كلامه ووافقته، وابتدت بقى تقعد لوحديها بعد سفره. هو طبعا حضر كل حاجته وأوراقه وسافر، وفضلت. وبصراحة كده أنا ما كنتش يعني في وقتها فاهم، كنت لسه صغير شوية. كانت أمي دايما تبعتني أبات معاها، وفضل الحال كده أما أنا قربت منها واتعودت عليها، وما بقاش ينفع يعدي يوم من غير ما أشوفها ولا أسأل عنها. المهم إن هي من كتر البعد بتاع جوزها اتعرفت على واحد. أيوة، اتعرفت عليه كده، يعني كانت بتروح تشتري طلبات وكده واتعرفت عليه. المهم إن الشخص ده كان بيجي لها البيت، وأنا بصراحة كنت بشوفه، لكن كنت بفكر بيناولها طلبات ولا حاجة، ما كنتش عارف أبدا أبدا إن هي يعني تعرفه. وأنا كنت كده زي اللعب، الطفل الساذج مش فاهم حاجة. المهم إن أنا جيت في مرة قلت لأمي إن أنا هروح أبات مع خالتي كام يوم. قالت لي يا واد ما ينفعش، مش لازم تقولي لها الأول. قلت لها يما سيبيني، أنا هروح أبات معاها كام يوم، وهي يعني حتى لو تعرف ولا ما تعرفش هي يعني هتقولي ما تجيش. المهم إن أنا قلت أجيب شوية حاجات وأنا رايح، وأجيب لها يعني شوية حاجات كده هي بتحبها وشوية فاكهة، وقمت رايح. أول ما لقيتني
اتخضت واتلخبطت. رحت أنا هناك لقيتها لابسة قميص نوم، إنما ما أقولكوش. كنت أنا في الوقت ده أول مرة بصراحة أشوفها بالمنظر دوت، وبصت لها كده وما كنتش مصدق إيه اللي هي لابساه دوت وإيه اللي هي عاملاه في نفسها، وعاملة كل ده ليه طالما جوزها مش هنا. ما كنتش فاهم، لكن رجعت قلت لنفسي يمكن هي عاملة كده بتهوي عن نفسها شوية، عايزة برضو تتهنى بحاجتها وتلبس حاجتها. المهم إن أنا قعدت معاها شوية، وهي كل شوية تمسك تليفونها وتبص في الساعة، وبعد كده فكرتها عايزة تنام. قمت دخلت وقلت لها يا خالتي أنا هدخل أنام. قالت لي ماشي يا حبيبي، وأنا شوية برضو هدخل أنام. أنا بقى دخلت الأوضة من هنا وسمعتها ماسكة التليفون بتاعها وبتتكلم مع حد. في الأول ما كنتش حاطط في دماغي، لكن لما لقيتها بتضحك في التليفون وعمالة تتكلم بميوعة كده ومش على بعضها، قمت أقول قلت أقوم وأشوف إيه اللي بيحصل. يا ترى هي بتكلم جوزها؟ طب حتى لو بتكلم جوزها هي مش عارفة إن أنا قاعد معاها، المفروض تراعي شوية إن أنا موجود معاها. المهم إن أنا اتسحبت كده واحدة واحدة لحد ما طلعت بره ووقفت أسمع إيه اللي بيحصل. لقيتها بتقول يا راجل لأ ما ينفعش تيجي، أنا قلتلك إن ابن أختي هنا وقاعد معايا كام يوم ومش هينفع تيجي خالص. قال لها وده كلام برضو؟ انتي معرفتيش توزعيه خالص؟ ده أنا النهاردة جايلك كده خلاص الواحد على آخره. قالت له مين سمعك بس برضو؟ طب إزاي هقول له امشي وبحجة إيه بس ما ينفعش؟ بص، هو كده بيمشي بالنهار، بيشوف شغله كده وبيرجع آخر النهار. انت بقى أول ما هو يمشي أنا هتصل بيك على طول تيجي. قال لها هاجي ما انتي عارفة ان أنا بالنهار ببقى في الشغل، ده أنا محضر حالي وكنت قايل للجماعة بتاعتي ان أنا هبات في الشغل وكنت ناوي أجي أبات معاكي. قالت له يا خسارة، ده آخر يوم بصراحة كنت هنا مبسوطة، اللي عملته ده لحد الآن مش قادرة انساه. وفضلت تحكي له بالتفصيل ايه اللي كان بيحصل ما بينهم. ولو انتوا بقى بالمناسبة عايزين تسمعوا المكالمة اللي حصلت بين خالتي والراجل ده، ابقوا بعتولي على الخاص علشان ابعتها لكم. اللي عايز وحابب يسمع ده، قالت كلام إنما المهم فضلت أسمع، وبعد شوية لقيتها قعدت تقوله خلاص بقى كفاية الكلام دوت، انت مش عارف كلامك ده بيعمل فيا ايه، وانا يا راجل بقولك خلاص الواحد جاب اخره، انت لو ما ينفعش اليومين اللي هو قاعد فيهم هنا خلاص يبقى لما يمشي بقى ابقى اتصل بيك وعرفك ان هو ماشي. قال لها وانا لسه هصبر بصراحة كده، انت جمالك ما يتصبرش عليه ابدا. طب تعرفي ده انا وانا في شغلي بفضل افكر فيكي، وابقى قاعد في شغلي محدش ابدا علمان بيا، مش عارف اقولك ايه. طب ما فيش طريقة ان انا اجيلك من غير ما يحس؟ قالت له لا مش هينفع، انا بصراحة ما اقدرش اعمل كده، افرض الواد صحي ولا سمع، ما انت برضو ما بتسترش مجالك، واللي بتعمله فيا ما اقولكش عليه، بتخلي صوتي جايب لاخر البيت، عشان كده مش هينفع خالص. هو الواد يسمع حاجة عن الكلام ده ابدا، ولا حد يشوفك هنا، لما يمشي بقى ابقى اكلمك. وقعدت تتأسف له وتقول له حقك عليا وانا هبقى اعوضها لك لما يمشي ابن اختي. وانا بصراحة بيني وبينكو شاب برضو، والكلام اللي هي كانت بتقوله بصراحة ما اقولكوش عليه ولا اقولكوا عمل ايه في البلبل الحيران. كنت الواحد الواحد كان مش عارف يعمل ايه، وكان مش عارف يتحكم في نفسه. المهم قلت انا هنام وهسكت شوية، ولقيت باب الأوضة بتاعتي بيتفتح ولقيتها جاية تنام في ريحي. قلت ايه ده، ايه اللي خلاها تيجي تنام في ريحي؟ لكن انا بصراحة فكرت هي عايزة حاجة، خصوصا بقى ان هي جت تبص عليا بعد المكالمة وشافت كل حاجة وشافت الدنيا وهي واقفة قدامي، وما كانتش عايزة تنام ابدا. فقلت اكيد هي عندها علم، خصوصا انها دخلت غيرت هدومها ولبست حاجة ما اقولكوش بقى انيل من اللي كان موجود. المهم ان هي ما جت في ريحي انا ابتديت ايدي بقى تتمشى كده يمين وشمال في النص وفوق وتحت، وهي كانت ساكتة في الأول. بعد كده لقيتها بتخبط لي على كتفي وتقول لي يا واد انت يا واد فوق، قوم وفوق كده، ده انا خالتك، ايه اللي انت بتنيله يا منيل ده، قوم. قلت لها جرائية خالتي مالك، انا غلطان ان انا حاسس بيكي. قالت لي ايه يا واد يا منيل اللي بتقوله ده، انت اتجننت على الاخر خالص، ما هو ما ينفعش تقولي كلام زي ده، انا قلت انت مش في وعيك ونايم مش دريان، علشان كده بتعمل عمايلك دي. وقتها بقى كان لازم اتكلم، كان لازم اتكلم واقول لها ان انا سمعته، واقول لها كمان كل حاجه. قلت لها بقولك ايه يا خالتي، والنبي ما تعملهمش عليا، ما تمثليش. قالت لي ايه يا واد اللي انت بتقوله ده، انت مش بقولك اتجننت؟
قلت لها اطلع على فكرة أنا سمعتك وانتي بتتكلمي في التليفون، وسمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين الراجل اللي بيجي هنا دوت. لقيتها اتلخبطت في الكلام وقالت لي أنا عملت إيه يعني أنا برضو في الآخر ست جوزي سايبني بقاله 4 سنين ومش عارفة أعمل إيه. يعني أنت لو مكاني كنت هتعمل إيه؟ قلت لها أنا لو مكانك ما كنتش هعمل أي حاجة، وأنا بقى النهاردة جاي بصراحة عشان أعمل كل حاجة. ما هو بعد اللي أنا سمعته ده الموضوع يعني يا خالتي مش هيعدي كده. قالت لي أنت عايز إيه بالظبط؟ قوليلي اللي في دماغك. قلت لها أنت عارفة كل حاجة. قالت لي لا أنا معرفش أي حاجة، وأنت دلوقتي هتقولي يا إما كده يا إما هزعل منك. قلت لها بصراحة كده أنا عايزك تجربي وتشوفي، يمكن أنا أقدر أسد عن أي حد تاني. قالت لي لا ده أنت اتجننت على الآخر، إزاي يا واد أنا خالتك. قلت لها ومين بس يا خالتي هيعرف ولا هيحس بحاجة؟ كلهم عارفين إن أنا متعلق بيكي ودايما عندك، وانتي جوزك فين وفين عقبال ما يجي ولا يفكر حتى ينزل شهر أجازة. مش هتفضلي كده، إنما الراجل اللي بيجي ده كله هيشك، وألف عين هتتفتح عليكي. إنما أنا مين بقى اللي هيشك؟ لقيتها سكتت كده، وأول ما أنا ابتديت أتحرك برضو ما اتكلمتش. وأول ما ابتديت أجرب الموضوع لقيتها بتصرخ وتقولي لا ده أنت مفيش زيك أبدا، أنا بعد كده خلاص مش هفكر في غيرك. قالت وأنا اللي كنت بقول الواد اتجنن ده لسه صغير مش فاهم حاجة، أسيبه يلعب شوية ويشوف آخرتها إيه، علشان لما يتكسف قدامي ما يجرأش يعمل حاجة ولا يتكلم في حاجة. إنما دلوقتي لأ. قلت لها لأ إيه يا خالتي؟ قالت لي يا أخويا دلوقتي لأ، ما أقدرش أتكلم ولا أقولك أي حاجة، ده أنت اللي أنت بتعمله مفيش أي حد في الدنيا يقدر عليه. أيوة ما أنا جربته بنفسي محدش قالي، وبصراحة طلعت سيد الرجالة كلها، وأنا خلاص ما بقيتش عايزة حاجة من الدنيا غيرك. قلت لها بجد يا خالتي؟ قالت لي أيوة بجد طبعا، أمال أنت فاكر إيه؟ أنت بصراحة خلتني أحس إن أنا ملكة الدنيا باللي فيها ومش عايزة أي حاجة تاني. وفعلا من اليوم ده وخالتي مش شايفة غيري ولا عايزة حد غيري. لكن أنا بصراحة قلقان، هل جوزها يرجع وتنساني ولا حتى تشوف لها شوفة تانية؟ علشان كده أنا جيت لكم وحكيت لكم قصتي للآخر، وعايزكم انتوا كمان تسمعوها للآخر وتقولولي على حل أعمل إيه مع خالتي؟ يا ترى اللي أنا عملته ده معاها صح ولا غلط؟ أنا عارف إن في ناس كتير هتيجي في صفي وناس أكتر هتغلطني، لكن أنا ما لقيتش قدامي غير حاجة حلوة نفسي قوي أجربها. وديكم عارفين ظروف الشباب، يعني كنتوا عايزين نعمل إيه؟ وما هو علشان كده جربت ووافقت ودخلت في الموضوع بقلب جامد، وقلت بصراحة مفيش بعد كده، وأنا وحظي أنا هجرب واللي ربنا عايزه هيكون. وفعلا عملت، وعلشان كده أنا النهاردة جيت لكم ومستني رأيكم.